عسلامة ومرحبا بكم من جديد في قناتي أسوة كوكينج. وينكم صحابي؟ شنو أحوالكم؟ شنو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا الناس الكل في صحة جيدة وفي خير يا ربي. جيتكم المرة هذه وجبت لكم معايا وصفة اليويو التونسي على طريقة أسوة كوكينج. إن شاء الله وصفتنا المرة هذه تنال إعجابكم وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم. وما تنساوش باش تجربوا الوصفة نتاعنا وتخلوا لنا رايكم في كومنتير. وكالعادة ما تنساوش باش تدعموني بك الابوني نتاعكم وتفعيل الجرس. وتوا هيا معايا صحابي نشوفوا المكونات. بالنسبة للمكونات خذيت كعبتين عظام حطيتهم في كيس. به شفتوا كعبتين العظام هذوم كتشوفوا لوين وصلوا الحد نتاعهم في الكيس وتقيسوا كيفهم بنفس المقدار هذاك. تقيسوا سكر وحليب وزيت. تاخذوا كعبتين عظام تفقسوا كعبتين عظام في وسط كيس وتشوفوا النيفو اللي وصل له العظام نفس النيفو هذاك تقيسوا عليه كيفو سكر وحليب وزيت. وتاخذوا عندكم ساشي فانيليا ولا روح الفاني تحطوا نكتة باكو خميرة ورطل فرينة. وصفتنا اليوم سهلة البنات وما تطلبش برشا وقت وما تطلبش برشا مكونات. تبعوني وان شاء الله تجيكم الريزلتا تحفونه وتعمل 66 كيف. باهي ناخذوا المول متاعنا البول متاعنا اللي باش نحطوا فيها ونبدو بالعظام. نحطوا هكا كعبتين العظام متاعنا نزيدوا عليهم كونتيتي السكر اللي قلت لكم عليها ونركضوهم شويه مع بعضهم كيما قاعدين نشوفوا في الفيديو هكاك. نركضوا السكر والعظام مع بعضهم. من بعديك نزيدوا ساشيت الفانيليا. كان ما عندكمش كفايه انا عندي فانيليا سايله عملوا ساشي فانيليا. نزيد الفانيليا متاعنا تجي من الفانيليا تفوح العظام تنحي مطعم العظام الريحه متاعو كل وتخلي نكهه باهيه في اليويو ولا في الجاتو ولا في اي حاجه ديما تخلي مطعم بنين. بيتو نزيدو الحليب نركض شوي ومن بعديك نزيدو الزيت وكما قلت لكم قد العظام قد الحليب قد الزيت قد السكر كلهم قد تقيسوهم في كيس. اسهل من هكا ما فهمش نتصور. جربوها وقولوا لي راوي تطلع بنينه وهشوشه واليويو يجي ماهوش شارب الزيت. باهي نركض المكونات كلها متاعنا مع بعضهم ومن بعديك نبدو نزيدو في الفرينة بشوي ونلمو. نبدا نحط في الفرينة متاعي بشوي. ما تحطوش الفرينة الكل هو رطل الفرينة اما تحطوش الكل خاطر فما فرينة تشرب وفما فرينة لا. نزيدو باكو الخميرة متاعنا ونبدو نلمو بيدينا بشوي بشوي. كل مرة نزيدو شوية فرينة ونلمو العجينة تجي طرية اما تلصقش في اليدين. هي لا طرية لا يابسة تنوريكم بعد كيفاش القوام متاعها بالضبط وما تلصقش في اليدين. هاك هذه العجينة نتاعي توا باش نحطها في ساشي ونخليها ترتاح 15 دقيقة 10 دقايق ومن بعد نبدا نخدم فيها. تحطوها في ساشي اليمونتير تخلوها على جنب ترتاح شوي مدة 15 دقيقة 10 دقايق ومن بعديك تبدأوا تخدموا فيها. به تو بالنسبة للشحور اللي باش نشحروا فيه كعبة اليويو متاعنا ناخذ 2 كيسين سكر عليهم كيس ماء. 2 كيسين سكر عليهم كيس ماء. ديما كمية السكر نصها كمية الماء. نحطهم مع بعضهم ومن بعديك نزيد عصرة قارص ومن بعديك نرمي شطر كعبة القرص نغسلوهم الاول بالطبيعة مليح ومن بعديك نحطها معاهم. علاش فما شكون ما يفهمش السكر يعني الشحور بتاعه طاب ولا لا. هاكا بنص كعبة القارص هذيك يفهمها هذيك تسهل عليك. وقت تشوف لون كعبة القارص بدا يتبدل وغمق راه صاي الشحور متاعك طاب. باهي هذه العجينة متاعي بعد ما ارتاحت ناخذ قلقال ونبدا نحل فيها. بالنسبه للحلين العجينه شفتوا السمك متاعها بريسك كيما قد الصباع يعني قد عرض الصباع هكاك. هذايا القلب متاعي عندي قلب مدور هذا باش نقص بيه
وكل واحد الحجم اللي يحب عليه، حتى بكاس نجم تطبع. وباش نعمل لها الدورة اللي في الوسط متاعها، عندي هذا الدورة صغيرة باش ننقب بها في الوسط. نكمل نعمل العجينة نتاعي الكل نطبعها، نحطها مع جنب، ومن بعد نبدو في مرحلة القليان. هذه كعبة اليويو متاعي، ناخد كعبة اليويو الكل نحطهم على جنب، نغطيهم ونحط الزيت متاعي فوق الغاز يسخن. هذاك الزيت قاعد يسخن وهذاك الشحور متاعي قاعد يطيب. وكما قلت لكم اللي ما يفهمش الشحور يشوف يقمر بنص كعبة القرص هذيك، وقت يبدا يتبدل لونها راهي طابت، والا وقت يبدا يغلي الشحور درجين ونقص عليه. هذوك كعبة اليوم متاعي حطيتهم قاعدين يطيبوا، طيب الشيرة الاولى نقلبهم على الشيرة الثانية، نبقى نتبعهم للي يغمق لونهم. وهذوما كعبة اليوم متاعي بعد ما حضروا حطيتهم على جنب، وباش نبدا نشحر فيهم. باهي بالنسبه للشحور، يا الشحور سخون وكعبة اليويو باردين، يا العكس شحور بارد وكعبة اليويو سخونين. ردوا بالكم تعملوهم الزوز سخونين مع بعضهم. شحروا كعبة اليويو متاعنا ونحطوهم على جنب، وصحة بالشفاء لكم الكل. هذا اليويو متاعي بعد ما حضر، هاك قسمت لكم كعبة باش تشوفوه في الوسط كيفاه جاي شايح ما شربش الزيت متاعو، خفيف هشوش وبنين، يعمل 66 كيف. ما تنساوش باش تجربوا الوصفة متاعي وتخلوا لي رايكم في تعليق، وما تنساوش باش تفعلوا وكل الجرس وتعملوا لنا ابوني. وتوا مبقى عليه كان نقولكم تشاو تشاو، نتقابلوا في فيديو اخر باذن الله.